تعالوا نطلع بتظبيط كام تكنيك من الهايلايتس ما بين بيفل وكانيلو. زي ما احنا شايفين رقم واحد دلوقتي الهاي جارد، شايفين اللكمات عماله تخترق الهاي جارد ليه؟ علشان فكره ان الهاي جارد مش مثبت زي الدرع الحديدي على وشك، يبقى لازم انك تنشف ايدك زي الصخر، والكف والكوع يبقوا قافلين كويس. النقطة التانية اللي ممكن نتكلم عليها هي فكرة اللكمات المفتوحة مع عدم مراعاة ان الملاكم اللي قدامك هيضربك بعديها. يعني انت بتضرب، انت اقصر منه وبتضرب من مسافه قريبه، لكمات مفتوحه غلط، لان هو اصلا لعيب بيجيد الكاونتر اتاك. الحاجه الثانيه، انت ليه لما بتضرب ضربه بتتوقع انت كملاكم، يعني ليه لما بتضرب ضربه بتتوقع ان الملاكم اللي قدامك مش هيرد، او كأن ان المباراه بتقف في اللحظه دي؟ ما هيرد عليك في جزء من الثانيه. يبقى انت لازم لما تضرب ترجع تدافع على طول، عشان ما يحصلش زي ما انت شايف كده دلوقتي، ان الكاونتر اتاك السريع يقدر ان هو يعني يعوض كل الضربات اللي انت وصلتها وتعبت فيها. فدي النقطة اللي بعد كده. دي بس كام نقطة خفيفة عاوز اخليكم تاخدوا بالكم منها، وهنعمل هايلايتس تانية ونعلق عليها ايه الديفوهات اللي بتحصل او ايه الغلطات اللي بتحصل، ونقدر ان احنا نصلحها في تدريباتنا عشان احنا مستوياتنا تتطور. شدوا حيلكم.